اوعى تقع بلسانك قدام ابوك وتقول له ان احنا سقطنا. عيب عليك، هو انا عيل؟ ربنا يستر. بص بقى، لما ابوك يسال على درجاتنا هنقول له احنا جبنا 95%، ولا اقول لك هنقول له ان انت جايب 85 وانا 88، لان ابوك عارف اللي فيها، كنا بنلعب طول السنه فمستحيل نجيب المجاميع دي، وبرضه عشان ما يشكش فينا. تمام. اوعى يا احمد تقع بلسانك وتقول له اننا سقطنا، هيعلقنا. يا عم عيب عليك، هو انت شايفني عيل صغير؟ انا جايب 85 وانت جايب 88. ها يا ولاد، جبتوا درجاتكم؟ بالله عليك يا بابا ما تعلقنا عشان سقطنا. ايه سقطتوا؟ ايه سقطنا ايه يا بابا؟ وانت مش عارف ان احمد بيحب يهزر؟ بحسب. المهم عملتوا ايه؟ نجحنا الحمد لله يا بابا، احمد جاب 85% وانا جبت 88. طب يا ولاد الحمد لله، انا نازل. عايزين حاجه؟ لا يا بابا سلامتك. انت عبيط يا ابني، عمال اقول لك من الصبح وقع بلسانك قدام ابوك، واول ما يسالنا احنا عملنا ايه تقول له سقطنا. معلش اصل اتوترت. اتوترت ايه؟ هتشيلني؟ عمال افهم فيك من الصبح هتعمل ايه وفي الاخر تسلمنا تسليمها لي كده. معلش اصل كنت متوتر بس. طيب ركز بقى واقعد تقول حاجه كده ولا كده قدام ابوك. حاضر. الله يسلمك حاج مصطفى، الف مبروك. ايه سقطوا؟ لا يا عم، ده واحد جاب 85 والتاني جاب 88. انت متاكد يا حاج مصطفى؟ ماشي يا حاج مصطفى، الف شكر يا ريس. يعني الكلاب دول كانوا بيضحكوا على ايه؟ ماشي يا كلاب، والله لو اوريكم. قولوا لي بقى، انتوا قلتوا لي انكم نجحتوا صح؟ ما تردوا. لا مؤاخذة. صح. إجابة صحيحة. هو مش الجهاز ده يا بابا كان اتحرق؟ لا، ما انا صلحته عشان موقف زي ده. موقف زي ده؟ قصدك ايه يا بابا؟ قصدي هتعرفوا دلوقتي. قال له لي انت وهو، انت نجحتوا زي ما قلت لي ولا سقطتوا؟ ها؟ انت سمعتني كويس. نجحنا. إجابة خاطئة. الجهاز ده شكله بايظ يا بابا، ما تصدقوش.